الله حبيبي. شو تريد من الحكومة الجاية؟ والله اولا احنا نريد الحكومه تكون حكومه وطنيه بغض النظر عن هذا شيعي هذا سني هذا مسيحي. نريد نعيش بامان بسلام بتآخي لان العراق يستاهل. ونطلب من الحكومه القادمه ان شاء الله بالاهتمام بالشباب لان الشاب العراقي مظلوم ثقافيا ورياضيا. والاهتمام بالموضوع الشباب والرياضه انا دائما اتعامل وياها الحقيقه وزاره الشباب والرياضه. هو انا وياك كمشاريع مو بالمستوى المطلوب ولكن شيء افضل من لا شيء. كبنيه تحتيه ماكو بالعراق بس كمشاريع شبابيه وزاره الشباب قاعد تعمل ولكن اريد اكثر بعد ان شاء الله والعراق يستاهل. المشاريع اللي تطلبها بالمرحله الجايه؟ والله اول شيء الاهتمام بالشباب بالثقافه بالادب هذا جانب هذا وزاره الشباب واطلب من الحكومه بان الاهتمام بالشعب العراقي من الناحيه الامنيه من الناحيه الاقتصاديه لان المواطن العراقي هوايه مرت عليه ايام يعني مرت عليه ايام غضب بصراحه وطائفيه اريدها تلغى من العراق لان العراق اذا طائفي ما راح يعيش. عقيل احنا فعلا محتاجين للتغيير اليوم؟ نعم البرلمان العراقي يفترض ان يغير 90%. يفترض ان يغير 90% والاختصاص احنا نريد المعلم ياخذ اختصاصه ما اجيب دكتور اخليه باللجنه الامنيه ما يعرف طريقه الار بي كي سي من القاذفه يعني ما يعرفها. يريد الاختصاص كل من باختصاصه مهندس النفط بوزاره النفط الدكتور بوزاره الصحه. انا اريد هذا الاختصاص واحنا التغيير بيدينا مو بيد واحد. التغيير بيدينا احنا نبحث عن التغيير لان صار لنا تقريبا يعني 11 سنه ما شفنا شيء من الحكومات ومن البرلمان بغض النظر عن الحزب الفلاني والحزب الفلاني. نريد تغيير ونريد مشاركه الشباب يعني بالبرلمان. هذا احنا الشباب مستضعفين بالبرلمان يعني ما عرفت يمكن 7% بالبرلمان من الشباب. يعني انا عمر 50 سنه او 60 سنه اجيب بالبرلمان ما راح يخدمني. لا عقليه مثل الشاب العراقي ولا اي شيء. فاريد الشباب وانا سبب هذا المفروض واكيد وانا سبق قلت لك التغيير بيدي انا من اعطي صوتي اذا اعطي صوت للحكومه السابقه فاني بعد ما اعتب اقول حكومه فاسده لان انا بيدي جبتهم وانا بيدي اطلعهم. فهذا اللي اريده من الشعب العراقي كشاب. هاي لعبتنا كشباب لعبتنا كشباب. الشباب احنا نغير. كل شاب عراقي اتمنى ان يغير الحكومه السابقه ان شاء الله. شكرا. الله